في جملة تربينا عليها في بيوتنا العربية من واحنا صغيرين: العقار هو الابن البار. الجملة دي ورثناها من أهالينا اللي شافوا إن الأرض والحيطة هي الحاجات الوحيدة اللي بتصمد قدام الزمن. لكن لما بتحصل أزمة اقتصادية بنسمع كلام تاني خالص في التجمعات وعلى السوشيال ميديا، والسوق واقف، العقارات سعرها هينهار ومحدش بيشتري ولا بيبيع. إن الركود العقاري هو موسم التخفيضات السري للمستثمر الذكي. في الوقت اللي الناس بتخاف تحط فلوسها في شقة أو مكتب، في ناس تانية بتبني ثروات خرافية من الركود. النهاردة هنعرف ليه العقار بيمرض بس مش بيموت، وازاي تفرق بين فخ العقار وما بين اللقطة اللي تغير حياتك المادية. جاهزين نفك شفرة الطوب والأسمنت؟ أول حاجة لازم نفهمها ما بين سعر العقار وقيمته. السعر هو الرقم اللي بيطلبه المطور أو البايع اللي بيطلبه النهاردة، وممكن ينزل لو هو مزنوق في السيولة. لكن القيمة هي القدرة الشرائية اللي العقار بيحتفظ بيها. خلونا ناخد مثال واقعي في مصر، أزمة 2016 و2023. مع كل انخفاض في قيمة الجنيه كان الناس بيجي لها حالة ذهول من أسعار الشقق اللي بتطير. بس لو حسبناها بالدولار أو الذهب هنلاقي إن العقار تقريبا حافظ على قيمته، وفي حالات كتير زاد. اللي اشترى شقة ب1,000,000 جنيه في 2016 النهاردة قيمتها عدت ال5 أو 6 مليون. هل الشقة كبرت؟ لا، بس هي وعاء حافظت ليك على فلوسك من التآكل. تعال اديكم مثال تاني. في دبي السوق نزل وقتها بنسبة مرعبة، وناس كتير قالت دبي انتهت عقاريا. بس اللي عنده نفس طويل واشترى وقت السكتة القلبية للسوق النهاردة هو بيمتلك أغلى عقارات في العالم. العقار في الأزمات بيبقى عامل زي السوستة، بتضغط عليه بقوة وقت الأزمة، وبمجرد ما الأزمة ما ترتفع بينفجر لفوق وبيرجع لمكانه الطبيعي وزيادة. طيب ازاي اشتري صح والاسعار شكلها غالي؟ في 3 استراتيجيات للمحترفين. اول حاجه العقارات تحت الانشاء، الاوف بلان. في وقت الازمات المطورين العقاريين بيبقوا محتاجين كاش علشان يكملوا مشاريعهم، فبيعملوا ايه؟ بيقدموا عروض خياليه، مقدم 5%، تقسيط على 10 سنين بدون فوائد. الميزه هنا اللي بيشتري بسعر النهارده وبيقسط بفلوس بكره اللي قيمتها بتقل مع التضخم. يعني حرفيا التضخم هو اللي بيدفع لك ثمن الشقه. تاني حاجه عقارات الاستغاثة، distressed assets. هي محتاجة حد عينه في السوق، بيبقوا أفراد أو شركات محتاجين سيولة فورا لسداد ديون أو أزمات. هنا بتقدر تتفاوض وتنزل في السعر من 20 ل 30% تحت سعر السوق. وتالت حاجة قاعدة اللوكيشن، الموقع ثم الموقع. في الأزمة العقار اللي في الصحراء أو المناطق البعيدة هو أول حاجة بتقع وصعب تتباع، لكن العقار اللي في قلب المدينة أو في منطقة حيوية ومخدومة زي الذهب قيمته بتزيد أسرع وبيرجع للنمو أول واحد بمجرد ما الأزمة ما تنفرج. تعال أديكم مثال من لندن وأزمة البريكسيت. وقت ما إنجلترا قررت تخرج من الاتحاد الأوروبي الكل خاف والسوق العقاري انهار، والمستثمرين الخليجيين والعرب استغلوا اللحظة دي واشتروا عقار في قلب لندن بخصومات كبيرة بسبب خوف الإنجليز نفسهم. والنتيجة العقارات دي النهاردة هي الأغلى والأكثر طلباً. تعالوا نحسب حسبة بسيطة علشان الصورة توضح. لو معاك 500,000، لو حطيتهم في البنك النهاردة بسعر فايدة 20% والتضخم كان 35، يبقى أنت في الحقيقة بتخسر 15% من قيمة فلوسك كل سنة وانت مش حاسس. لكن لو خدت ال500,000 دول وحطيتهم في مقدم شقة إدارية أو عيادة أو شقة سكنية في منطقة واعدة، ايه اللي هيحصل؟ أول حاجة انت بتمتلك أصل كامل قيمته بتزيد مع زيادة تكلفة الحديد والأسمنت، يعني محمية من التضخم. تاني حاجة العقار ده ممكن يتأجر ويجيب لك دخل شهري، كاش فلو. الدخل ده بيزيد كل سنة مع زيادة الأسعار. وتالت حاجة بعد 5 سنين لما تخلص اقساطك هتلاقي ان العقار بقى ثمنه اضعاف اللي دفعته وانت كنت بتدفع اقساطه بفلوس رخيصة مع مرور الوقت. العقار في الازمات هو الرفعة المالية اللي بتخليك تستخدم فلوس قليلة علشان تمتلك اصل كبير. دي اللعبة بقى اللي بيلعبها الأغنياء واحنا بنكون خايفين من الديون والأقساط. العقار مش محتاج ذكاء خارق، هو محتاج صبر وعيون بتشوف المستقبل. الأزمة هي اللي بتبين الفرق بين اللي بيشتري علشان يسكن واللي بيشتري علشان يستثمر. ولو قدرت تشتري في الوقت اللي الكل كان خايف فيه انت كده
حطيت اول حجر في صرح ثروتها. مستنياكم تقولوا لي في التعليقات، هل لسه شايفين ان العقار هو الابن البار في ظروف منطقتنا الحاليه، ولا عندكم راي تاني؟ وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن المعدن الاصفر الذهب، هل هو فعلا ملجأ امن ولا فخ للسيوله؟ وامتى بالظبط الوقت المثالي علشان تدخل وتشتري؟ انا مرسى، ودي سلسلتنا عن الازمات تصنع الثروه، ونتقابل في الفيديو الجاي. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.